اتوكل على الله، بكرة من صباحية ربنا تروح على المركز تبيع الكرداس، وخد بالك اوعى صاغ يسرقك في الميزان. يلا يا اخوي نام وريح جدتك، ده انت تعبان وشقيان طول النهار. نام يلا. هي دي امي، طول عمرها لما تعوز حاجه وتقتنع بيها تفضل وراها لغايه لما تجيبها. حضرتك طالع لها في التصميم على رأيك. تصوري، لاول مره افكر في الحكايه دي. فعلا انا طالع لامي في حاجات كتير، ما طلعش لابويا في اي حاجه. جدتك عيله الله يرحمها كانت من الستات اللي عمروا. يعمروا؟ ايوه، خلي بالك من التعبير ده كويس. اللي اعرفه ان الانسان اللي بيعمر هو اللي بيعيش كتير. لا، انا قصدي الستات اللي بيعمروا من التعمير. الست اللي تحط كتفها في كتف راجلها، تسنده، ما تبقاش عبء عليه. جدتك بقى كانت من النوع ده، وكانت كمان صاحبة رؤية. زي حضرتك. يعني إذا اعتبرتيني كده. طبعا حضرتك كده، والا ما كنتش وصلت اللي انت فيه دلوقتي. هو إيه اللي أنا فيه؟ ما أنا قاعد جنبك أهو. كل اللي أنا عملته في حياتي مهدد بإنه يضيع. ازاي يا بابا؟ فهمني ارجوك. أفهمك إيه؟ مفيش أي حاجة أفهمها لك. فهمني ايه الموقف اللي حضرتك فيه، وليه قلت لي نبعد من غير ما نقول لحد؟ بابا لو حضرتك مش عايز تتكلم في الموضوع ده خلاص بلاش. إيه أرجوكي؟ أنا بتخنق، أنا مش طايق، مش متعود إن أنا أتحبس بالشكل ده، لازم نعمل أي حاجة. خلاص قول لي عايز تعمل ايه واحنا نعمله، الا اننا نرجع مصر. لا لا، ما تخافيش، مش هنرجع. حتى لو حبيت مش هقدر. ليه يا بابا؟ ريم، بلاش نتكلم في الموضوع ده. انا اسفه. شوفي لي صبري فين. حاضر. ايوه. ايوه. يا عم صبر انا ريم افتح. حاضر حاضر حاضر. انا راجع لك تاني، انا همرمغ نفس التلفزيون. اما اطفي الحاجات دي اصلا بتتنظر. ايه يا عم صابر انت نمت ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا كنت موضب الدولاب. طب تعالى عشان بابا متضايق شويه وعاوزك ضروري. حاضر حاضر. طب اسبقينا 60 وانا جاي وراك على طول. طب ما تتاخرش. على طول اهو. على طول على طول على طول على طول. شوف عايز مني ايه. دلوقتي أنا عايز أتعشى. اطمن يا باشا، انا نزلت تحت وقعدت مع شريف وفضلت اكشف في الحلل كده، لقيت ايش ممبار وايش. لا 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 لا، مش عايز آكل هنا خالص، أنا عايز آكل بره. بره فين يا باشا؟ ده الحته اللي احنا فيها دي كلها بره. لا لا، أنا أعرف حتة جوه بره، مالكش أنت دعوة. هتيجي معانا كده ولا هتغيري هدومك؟ لا هروح اغير دقيقه واحده. طب هاتي سويتر تقيل لأن الدنيا هتبرد. اوكي. بره. طب ما تفهمنا يا باشا، احنا هنروح ناكل فين؟ في وسط الجبال. مين يا باشا؟ وسط الجبال؟ ده وسط الجبال ده مفيش حتى بتاع حمص الشام. الجبال يبقى احنا اللي هنتاكل الليله يا باشا. احنا ممكن نعمل لحضرتك اللي انت عاوزه هنا. أنا أصلي مش عايز أتعشى في ريستوران. احنا ممكن نوفر لحضرتك الجو اللي انت عاوزه. أنتوا مش بتنظموا رحلات فيها عشاء مع البدو في وسط الجبال؟ ايوه يا فندم فيه، بس ده يبقى متحضر لها من بدري. طب خلاص أنا مش عايز. واحده يا فندم. طب حضرتك اتفضل في الكوفي شوب وانا هتصرف.
الحصان نايم جنبي من الصبح. يا شيخ العرب اصحى معايا، ده طريق، لو تهنا ممكن نتسوح. خليك مثل ما انت. ما انا مثل ما انا من الصبح اهو، انا كل ما اجي جنبك تقول لي خليك طوالي طوالي. الله. ما تخاف، لما يحين الميعاد دير بالك على الطريق، طوالي طوالي. ايوه بس قول لي صحيك امتى عشان تقول لنا، مش طوالي طوالي. ساتر، انا مش عارف بس ايه اللي خلى الدكتور يفكر في دماغه ان نروح نتعشى بره في البراري. ايه ده؟ ما تخاف، هذا ذيب. ديب؟ طلع يتعشى. دكتور، شيخ العرب بيقول لك ديب، يلا بينا نرجع. خليك مثل ما انت، طوالي طوالي. الو، ايوه يا رابح. لا 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 لا، طيب طيب. طيب 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 طيب. بقول لك ايه يا شيخ العرب، ده كارت ولا خط؟ دير بالك على الطريق، طوالي طوالي. يا راجل بقى انت خنقتني. ايه خايفة؟ لا بس عندي احساس بالاثاره بس يعني، والخوف. الحاجتين دول من غيرهم الحياة ما يبقاش ليها طعم. ما تاخذونا يا اخوي، لو جيتونا بدري لكان جهزنا حالنا احسن من هيك. لف انت بس، مالكش دعوه، هو في احسن من هيك؟
قشطة قشطة قشطة. الريحة كده يا باشمهندس. هذه ريحة الشوا يا اخوي، وانت عارف وش يساوي ريحة الشوا؟ بتقرب الذئابة من على الجبل، تتقرب الديناصورات من على الجبل. جالك كلامي يا اخوي، الذئابة يشموا ريحة الشوا ولو على بعد كيلو من هون. الله يطمنك، هم ديب ولا ديابة؟ صوتهم بيقول يا اخوي انهم قطيع منه ذيب واحد. قطيع مين يقطع دي رحلة؟ يا جماعة الخير، لو كنتوا جيتوا بدري ولا بعتونا انكم جايين كنا بعتنا حراسة بكل مكان وما كان حدا من الذئاب لفلها. اي والله، واولادنا خذ البنادق وطلعوا على الصيد وما يرجعوا الا بوجه الصبح ان شاء الله. تلاقي هم دولت اللي الديابة كلتهم. إيه؟ اسرع اسرع يا ابو الجازية، ريحة الشوا راح تلم علينا كل ذئابة الفلا. ما تخافي يا حرمة، حنا عندنا عصيان ونعرف كيف نطاردهم. عصيان مين يا باشمهندس؟ انت هتنش دبان دي ديابة. انا عارف اليوم ده من اوله. انا اروح اتفضل في اي حته. استنى العربيه. استنى صبري. تسلم يدك يا باشا، واحد وقع منهم وما تسمع له صوت. الحين يا الربع الاكل طاب. انت هتشوي الديب؟ ما بحبش الحاجات دي يا باشا. انت اهو ده جانب من شخصيتك ما كنتش اعرفه ولا كان ممكن اعرفه. دي مش اول مره اضرب فيها على ديب واصيبه. ايه ده، عملتها قبل كده؟ انت ناسي ان انا كنت في الجيش وحاربت؟ انا حافظ سينا كويس قوي. ياما زحفنا على جبالها من طرد ديابه بالعصيان والطوب. ايه ده، انتوا كنتوا رايحين تحاربوا ولا تطردوا الديابة؟ احنا كنا ورا خطوط العدو. لو كنا استعملنا السلاح مع الديابه كانوا عرفوا مكاننا وضربونا. عشان كده كنا بنطردهم بالطوب والعصيان وبعض احيان بايدينا. بابا انت بتتكلم بجد؟ ايوه بجد. ده حتى مره كان في معانا واحد من كفر الشيخ كان اسمه زكريا عضل. عضل؟ ايوه، احنا كنا مسمينه كده. عضلاته كانت كبيره قوي. كنا مخندقين في معسكر من معسكرات اليهود في حته اسمها ام خشيب ايام حرب الاستنزاف. طب ليه كنتوا مخندقين عندهم؟ كنا عارفين ان هيجي لهم سلاح وذخيره. الطيارات نزلتنا بره المعسكر. استنينا لغايه الليل لما جه وزحفنا ودخلنا جوه المعسكر وخندقنا جوه. كنا عاملين حسابنا ان احنا نفجر الذخيره والسلاح ونهرب. وفجرتوها؟ العربيات بتاعت الذخيره اتاخرت يومين. يا نهار ابيض، طب وبعدين عملتوا ايه؟ جات لنا اوامر ان احنا نفضل في مكاننا. فضلنا في مكاننا لغايه لما الاكل بتاعنا خلص. اضطرينا ان احنا نسرق من الاكل بتاعهم. بابا من فضلك الحاجات دي لازم نسجلها لما نرجع الاوتيل. بعدين خليني بس اكمل لك حكايه زكريا عضل. طب اتفضل. الظاهر انه كان ديب جعان هجم على زكريا في الحفره بتاعته في نفس اللحظه اللي العربيات الاسرائيليه وصلت فيها وكانوا بينزلوا الذخيره وبيشونوها في المخزن. ها وبعدين؟ زكريا اتفاجئ بالديب قدامه. لقاه بيقرب عليه وبيشمشم. رماه بطوبه مفيش فايده. حاول يضربه بدبشك البندقيه. الظاهر الديب كان جعان هجم عليه مره واحده. طب وانتوا كنتوا فين؟ احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. الاسرائيليين بينزلوا الذخيره وبيشونوها. لو عملنا اي صوت هيكشفوا مكاننا. طب هو عمل ايه؟ مسكوا برقبته. الديب؟ ما كانش قدامه غير كده. ايده ماتت على رقبه الديب.
لا هو قادر ينطق ولا احنا قادرين نعمل حاجه. طب وبعدين؟ فضل يضغط على رقبه الديب ويضغط ويضغط لغايه لما الديب مات. خنق الديب بايديه؟ وجرجره بعد كده دخله في الحفره بتاعته وفضل واقف عليه. المهم فجرتوا الذخيره؟ ايوه طبعا. بعد ما خزنوا الذخيره واتعشوا واستريحوا شويه رجعت العربيات ورجع المعسكر هادي. قبل الفجر بشويه ابتدينا نتحرك. زرعنا المتفجرات بتاعتنا حوالين المخزن، فجرنا المكان كله وهربنا. عرفنا بعد كده ان زكريا صمم ان هو ياخد الديب الميت ويرميه في وسط الانفجار. صباح الخير يا ناس. اهلا، ازيك يا ماهر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. تمام؟ تمام. والولاد ولينا كله تمام بخير؟ كله تمام الحمد لله. طب تعالى نقعد هنا في المكتب ملخبط، مش هينفع ندخل جوه. تعالى ايه الشغل ما بدأش بره ليه؟ اقعد بس. تشرب ايه رجاء؟ قهوة الأستاذ ماهر. يا سيدي من أول رفض يبدأ في الشغل إلا لما ياخد الدفعة الأولى زي الاتفاق ما كان بينا. أنت معكش فلوس خالص يا ماهر. معايا، بس المطلوب أكتر من اللي معايا بكتير. بس الشغل ده برضه مهم. هو فعلا مهم، على الأقل عشان نفتح الأوتيل على الأساس الجديد. لا لسه بدري، مش هينفع نعمل أي حاجة من اللي في بالك إلا لما ننفذ اتفاقنا مع وزارة السياحة. ايناس، الظروف دلوقتي اتغيرت، الفلوس وبقت على القد. احنا اتفقنا ان التصريح يطلع ب5 نجوم. الاوض كلها لازم يكون فيها ثلاجات، وكمان التلفزيونات القديمه لازم تتغير، والتكييف المركزي يشتغل. في حاجات كتير قوي لازم تتغير. ما تكلم البنك يمول الحكايه على بعضها. البنوك اللي بنشتغل معاها بعت الطالب بفلوسها وبالفوائد المتأخرة عليها. أنا ما أقدرش أطلب منهم فلوس في وقت زي ده. وبعدين يا حبيبتي العلاقة كانت بينهم وبين بابا، مش بيني وبينهم. طب ما هو بابا كان متفق معاهم على التمويل قبل كده. وكان متفق معاهم برضو إننا نسدد لهم قروضهم وبفوائدها. والحل؟ مش عارف. أنا كان قصدي نوضب الواجهة واللوبي ونفتح الأوتيل على الأقل مؤقتا كده لغاية ما ربنا يسهل. إحنا داخلين على موسم وهيبقى فيه سيولة، ممكن توفر لنا فلوس عشان المرتبات على الأقل. ايه ده؟ هو انت كمان عندك مشكله في المرتبات؟ أنا عندي مشكلة في كل حاجة، في كل حاجة يا ناس. أنا خلاص هتجنن. يا صبحي بيه، أنا عندي ناس في الأوتيل. خير؟ إيه؟ ناس مين دول يعني؟ بوليس؟ يبلغوا البوليس ده؟ إيه ده كلام فارغ. لا مش هينفع كلام في التليفون، أنا جاي لك حالا. سلام. بوليس ايه؟ في ايه يا ماهر؟ بعدين هكلمك في التليفون. سلام. أنا شخصيا ماليش رأي في حاجة زي كده. أنا مجرد رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. يعني أنت عايزني؟ مش أنا يا باشمهندس، من فضلك، هم اللي عايزين.
يعني هم عايزيني ابلغ البوليس عن اختفاء ابويا واعمل محضر بكده عشان امضي مكانه على بيع حصتنا في الجامعه. هل ده يكفي؟ هما هيكملوا الباقي، هيستصدروا امر من قاضي الامور المستعجله ويخلصوا. وانت موافق على كده؟ المشكله مش اني اوافق او ما اوافقش، المشكله في دين البورصه اللي ممكن يقش كل حاجه، الجامعه واللي ورا الجامعه. هم عرفوا منين ان ابويا اختفى؟ لا ارجوك يا باشمهندس ما تبصليش البصه دي، انا مع والدك بقالي اكتر من 30 سنه، واقسم لك ان ما فيه كلمه واحده مني طلعت عن اختفائه. انا اسف يا عم صبحي، بس هم عرفوا منين طيب؟ فيش غير سكه واحده هي اللي ورا تسريب الخبر ده. ايه هي؟ الحاج برعي له علاقه وطيده باولاد المحروقين. يعني رانيا قالت لجوزها وجوزها قال لابوه. المهم قلت ايه في العرض بتاع المحروقي؟ قلت لا يا عم صبحي. مش هبلغ عن اختفاء ابويا ابدا. عوني يا عوني يا عوني، مش معقول اللي انت بتعمله ده يا عوني. طول النهار هتفضل نايم؟ عوني اصحى يا عوني، قوم. في ايه بس يا لولو؟ انا لسه نايم. ايه يا عوني هتقضي حياتك نوم؟ ده احنا داخلين على الليل خلاص، قوم بقى يا عوني من فضلك. حبيبتي داخلين ولا خارجين؟ لسه بدري. طب حضري لي الفطار وانا هقوم. فطار؟ قول غدا، قول عشاء. يلا يا عوني عشان انا جهزت الاكل. قوم كل مع اولادك خليهم يحسوا بيك. اديني قمت اهو. في ايه؟ بقول لك لازم تاكل مع اولادك عشان يحسوا بيك. كفايه انت حاسه بيا يا عسل. بس انت مش حاسس بيا خالص يا عم. انا وانا ليا غيرك يا لولو؟ انت ناسي ان انت كنت متفق معايا امبارح ترجع بدري عشان نتفرج على الفيلم سوا؟ اوه والله نسيت خالص يا لولو. مش بقولك يا استاذ انت مش فاكرني خالص. انا حضرت الفيلم وقعدت استناك لغايه نص الليل وانت ما جيتش، غلبني النوم فنمت. كنت فين طول الليل؟ هكون فين يعني؟ زي كل ليله مع الشله. مش هتبطل بقى حكايه الساعه 7 الصبح دي والعيال نازل المدرسه؟ هعمل ايه بس يا لولو؟ السهره حكمت والليالي جايه كتير والافلام ما بتخلصش. نفسي اعرف بتعملوا ايه في السهرات دي؟ هنكون بنعمل ايه يا لولو؟ هاد احنا بنرغي في الفاضيه وفي المليانه. امبارح بالليل في حاجه مهمه قوي اتقالت. كلام مهم قوي؟ ايه بقى ان شاء الله الكلام المهم قوي اللي اتقال؟ الكلام اللي انا قلتهولك على الراجل الكبير طلع صح. راجل كبير؟ انت بتتفرج على افلام عصابات كتير؟ راجل مين بقى؟ ابوكي. عوني ما اسموش ابوكي، اسمه باباكي. هفضل طول عمري اعلمك؟ ما تزعليش يا ستي، باباكي. ايه عرفت حاجه عن مكانه؟ عرفت انه راجل داهيه معلق مع بنت، انما ايه بيقولوا كده حاجه من دورك. عوني احترم نفسك واتكلم على بابا بطريقه افضل من كده. هو انا قلت حاجه غلط؟ انا قلت اللي سمعته، واللي سمعته اني متجوز واحده من دور عيالي. دوريها انت بقى في دماغك واعقليها. الكلام ده لا يمكن يبقى صح. ليه بقى؟ هو مش راجل زي بقيه الرجاله؟ بالعكس ده عينيه زرقاء ووشه احمر زي الانجليز، حلوه يعني.
ومحترم وسيم وشيك ومحبوس. محبوس طول عمره في قفص واحد وبياكل من طبق واحد. طب والله ده يبقى حرام. طبق ايه وحبسة ايه؟ ويسيب ماما اللي قضت عمرها كله معاه؟ ويسيبها ليه؟ ما هي قاعدة وهو طاير، من حقه يعني يستمتع. عوني، يعني انت لو مكانه تعمل كده؟ أنا أعمل كده برضه يا لولو، وأنا ليا غيرك يا عسل. هو صحيح الشرع بيقول إن الراجل من حق 4، بس أنا الحمد لله عينيا مليانة. بس مش كل الرجالة أنا، في رجالة عينيها زايغة زي أبوكي. طب يلا يلا بقى عشان ناكل، خلصني. خلاص على ما أخرج من الحمام تكوني حطيت الأكل على الترابيزة، ماشي؟ عوني، أيوة يا عسل. الكلام اللي انت قلته على بابا ده صحيح؟ طبعا صحيح، وأنا برضه هكدب عليك يا لولو؟ حق لو بابا كان عمل كده دي تبقى نصيبة. مفيش اخبار عن بابا؟ لا مفيش. امال ولا بلاش؟ بلاش ايه يا ضحى؟ قولي، عايزه تقولي ايه؟ لا يا عم انت بتفهم كلامي غلط. بقول لك ايه يا ضحى، وحياة والدك انا تعبان طول النهار وبشتغل بايدي ولا اي ميكانيكي. لو عندك كلمه قوليها، ما عندكيش قومي حضري الاكل. مش لما تاخد حمامك الاول؟ انا محضرك الحمام من بدري. بتسألي عن بابا ليه؟ اكيد عندك معلومات جديده. اه، خير؟ اللي سمعته انه مشي مش هيرجع تاني. مين قال الكلام ده؟ رانيا. يا ضحى قلت لك 100 مره مالكيش دعوه برانيا، جوزها بيكرهنا والود وده يهد عائلتنا من اساسها واولهم انا. ما الكلام معقول برضو يا عمر؟ واحد زي الدكتور احمد اللي عمره ما ساب شغله ولا بعد عنه يوم واحد ينقطع كده مره واحده؟ ليه؟ اكيد في سبب، وسبب قوي كمان. ايه السبب بقى القوي كمان اللي قالت لك عليه رانيا؟ قالت لي انه اتجوز. هيتجوز؟ طب وريم؟ ريم دي بقى كاموفلاج، وبعدين ممكن يقنعها ببساطه ان ده حقه وانه عايز يعيش الايام اللي فاضله من حياته. يا ضحى اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيسمع عاقل. بابا خارج من عيا وعيا جامد قوي وكان هيروح فيها. تفتكر لو واحد في الحاله دي ممكن يفكر التفكير ده؟ ما هو العيا اللي جاله في مخه، يبقى ممكن جدا يكون اثر على قراراته. ضحى انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني، انت فاهمه؟ انا بقول لك اللي اتقال قدامي. مش عاوز اسمع حاجه، انا هنام. تنام ازاي؟ مش هتتعشى؟ لا مش هتعشى. اطفي النور لو سمحتي. انا اسفه يا عمر، مش قصدي والله. انسى الكلام ده خالص وقوم خد حمامك دلوقتي على ما احضر لك الاكل. خلاص بقى، وحياة احمد صافيه لبن. ها خلاص قومي حضري الاكل على ما اخد حمام. هوا. يا ترى انت فين يا بابا؟ احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ لغاية يا سيدي لغاية لما تيتا عقيلة قالت لجده نعمان ياخد الكردان يبيعه علشان يشتري الأرض. راح باع الكردان واستعد عشان يشتري قيراط الارض في العزبه القبليه. ايه رايك يا عيلي؟ الله، انت لابسه كده ورايحه على فين؟ جايه معاه. جايه معايا ايه؟ جايه معايا على فين؟ نشتري الارض اللي هنبني عليه. لا هو انت عايزه تكتبي الارض باسمك يا عيلي؟ بعد الشر،
ان شاء الله موع ولا استوعى يا اخوي، البركه فيك يا راجل. امال جاي معايا ليه؟ بصوا بقى يا ابو احمد، دي الدار اللي هنعيش فيها العمر كله، لازم تبقى شرحه وبرحه وبتدخلها الشمس وهواها بحري خالص، عشان كده لازم نعاين ونشوف. وحاجه تانية كمان، لازم نختار الجار اللي هنشتري جنبه. يا سلام، لا هو انت اللي هتختاري؟ اني وانت يا ابو احمد نشاور بعض. جدي طول الله يرحمه كان دايما يقول اختار الجار قبل الدار. ده الظاهر ان جدك طول بايديه كان حكيم زمانه. الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. يلا يا اخوي اتوكل على الله بقى عشان ما تتاخرش على الراجل بالسلامه. لا هو انت ان شاء الله كده ناويه تخرجي معايا من الدار قدام امي ونسوان اخواتي؟ الله، مالكش حق يا ابو احمد، لا احنا بنعمل حاجه غلط ولا حرام لا سمح الله. لا بس احنا ما تعودناش على كده. نتعود، واللي بيدفع لنا حاجه من جيبه ياخدها. طب اسمعي، اني هخرج الاول، هسبقك يعني، وانتي هتحصليني بعد شويه. هستناك عند قهوه عباده، عارفاها؟ ايوه عارفاها. اوعي تقفي عند القهوه، خليكي ماشي على طول وانا هحصلك. فاهمه يا عائله؟ ايوه يا اخويا فاهمه. يلا يلا اتوكل على الله بالسلامه. عائله ما تجيش على طول، تقلي رجلك شويه على ما اشرب لي كرسي معسل. ماشي يا اخويا بالسلامه انت بقى. احمد يا حماده، والنبي يا واد يا احمد لا نبني لك دار ما في زيها في بلدك بحال. ها مبسوط بقى يا عم احمد؟ اضحك يا ولد يا ولد، اضحك يا ولد. اسم الله عليك، اسم الله عليك. الله اسم الله، اسم النبي حرصك وصاينك. على فين كده يا ام الصابي؟ الله اكبر في عليكي يا رتيبي. عوافي يا سعد. اهلا يا اختي. انت هتخرجوا كده يا عائلي؟ وماله يا نام، من يحط البيشه على وش بيشي حق بطلتها واسمعودي. يا اختي شوفي لك ملايه استوري بيها نفسك. ما بعرفش البسها يا رتيبي. سبحان الله يا اختي ما تعودتش عليه. ما بتعرفيش تلبسيها ولا خايفه الفستان ما يبانش؟ بس يا بنت انت وهي اكلموا. رايحه فين يا عائلي؟ مشوار صغير كده يا لينا مش هعاود. والمشوار ده سري يعني؟ ايوه سري يا اختي. ارتحتي؟ طب مش استني جوزك لما يرجع؟ ما هو لسه خارج هو روخر متقمع على الاخر ولابس اللي على الحد. ايوه كده بنت لبيتها، هو متقمع وهي متقمعه، الظاهر هيتقابلوا بره. ايوه يا رتيبي هنتقابل بره يا اختي وهنتمشى على الزراعيه كمان. على الزراعيه انا رايحه اقابل حبيبي. عجبك كده يا ستي؟ عجبك فضحتنا في وسط البلد؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ واختارت الارض اللي هتبني عليها. ابويا الله يرحمه قال لي انها نزلت زارت المنطقه، ما كانش لسه عليها بنيات كتير، وطت خدت شويه رمل وسابتهم ينزلوا في الهواء. كانت عايزه تشوف اتجاه الريح، سالت الشمس بتطلع منين وبتنزل فين، سالت عن الجيران. لما قرروا انهم يبنوا جابوا بنا من البلد بني كل بيوت المنطقه. دخلت معاه في مناقشات بلاش اول ولا اخر. ايه ده؟ هي اللي عملت التصميم بتاع البيت ولا ايه؟ لا انما هلكته مناقشات. اولا اوض النوم هتبقى فين، سريبه البهايم هتبقى فين، المنابر هتبقى فين، حته حته. الراجل ما عجبوش الكلام، هو عنده طريقه بيشتغل بيها، باني كل البيوت بنفس الطريقه. التخطيط بتاعه ما عجبهاش، مشت الراجل وجابت بنا تاني من المركز.
الغريبة بقى إن أبويا وافق إنما أهله ما سابوهوش. والله يا عال عشنا وشوفنا النسوان بتمشي كلامها على الرجاله. ده اخر زمن. ماله العفن يا نعمان؟ ما هو بني بيوت البلد كله. الدنيا اتغيرت ياما، وبعدين احنا بنبني بالطوب الافرنجي والمسلح عقبال عندك. مهما كان برضه الحريم مالها ومال الحكايه دي. الله يرحمك يابا، لو كان عايش ما كانش يصدق المساخر دي. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه يا حسين، مش كل يوم الواحد بيبني له دار جديده. قولي له ياما. وبعدين يعني انتوا عاجبكم بيتنا ده قوي اللي كل الاوض جوه بعضيها زي ما يكون معسكر؟ يعني انتوا خلاص هندستوا البيت؟ ايوه، الراجل خطط الارض ومن بكره هيفحت للاساس ويبدا البنى. وبدات ملحمه بنى البيت الجديد. حسب ابويا ما كان بيقول، امي ما سابتش مرحله من المراحل الا وشاركت فيها بايديها وبمشورتها. حتى انها كانت بتعد الطوب اللي المقاول بيجيبه واكياس الاسمنت والجبس. كل حاجة كانت بتشرف عليها بنفسها لغاية البيت ما وقف والصبة انصبت. ما عادش ناقص غير البيبان والشبابيك. لبن؟ لبن ايه؟ لبن الجاموسه والبقره يا نعمان. وده لزومه ايه؟ هنطبخ بيهم بكره. ايه؟ هتطبخي ب10 قطان لبن يا عائلة؟ يا دوب يا نعمان، ما احنا مش هناكل العمال بس، لا هناكل اهل الدار كمان. يا سلام، ده انت هتعملي حفلة بقى. ايوه امال، هو احنا في ديك الساعه لما نحتفل بالعيل التاني ودارنا الجديده سوي؟ مش لما تخلص دارنا الجديدة؟ ما هي خلصت يا احمد. طب والابواب والشبابيك؟ اذا كان على الابواب انا اتفقت مع المقاول يجيب لنا 3 ابواب نص عمر، باب للدار وباب للزريبه وباب للاوضه بتاعتنا، ونبقى قفلنا علينا دارني ونتكن فيها بقى. طب والشبابيك يا فلحي؟ نسدها مؤقتا بحصر، نبقى نجيب شبابيك براحتني ونص عمر برضه. وانت مالك متسربعه كده يا بنت الناس؟ ما احنا مكنونين في دارنا. يعني انت عاجبك النقواره وتلقيح الكلام في الرايحه والجايه كده يا نعمان؟ ده اني ما عدتش بقدر اخرج من اوضتي. انت يا عائله، ده انت واخده حقك تالت ومتلت وسط نسوان اخواتي. ده انت عملتي اللي ولا واحده منهم قدرت تعمله ولا البلد كلها. اي الواد بيرفسني يا احمد، الحقني. حق لو طلع ولد يا عائله هعمل لك كل اللي في نفسك. خلاص يبقى ما توديش اللبن بكره المعمل، كله يا ابو احمد، لبن البقره والجاموسه. ها عينيا يا وش السعد.